ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيكه الرواني بطريقه سهله وسريعه، وقوامها طري وخفيف وطعمها في حته تانية. ممكن تعمليها في اي وقت، او لو عندك ضيوف وعايزه تعملي حاجه سريعه وطعمها حلو. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا سميه ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير. ومن غير كلام كتير، صلوا على النبي ويلا نشوف المقادير. المقادير يا حبايبي، كوبايه وربع سكر وكوبايه وربع ميه علشان نعمل الشربات، وعصره ليمون وفانيليا. المج العادي اللي هو ال 200 جرام اللي في مطبخنا هنعاير بيه كل المقادير. هنبدا هنا نقلب كويس السكر مع الميه والليمون والفانيليا، نمزجهم كويس مع بعض ونرفعهم على النار. اهم حاجه نقلبهم، ما نخليش فيهم سكر، ونرفعهم على النار. هيقعدوا 5 دقايق. معانا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، ونحط عليهم الفانيليا. كوباية الا ربع سكر، نفس المج نفس ما قلنا، وهنبدأ نضربهم. خطوة الضرب دي مهمة جدا، نضربهم لحد ما لونهم يبدأ يفتح معانا. يبقى هنراجع مع بعض، حطينا ال3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونوش في التلاجة عشان الكيكة تطلع مظبوطة معايا. وبعد كده حطيت عليهم الفانيليا وكوبايه الا ربع سكر بنفس المج العادي بتاع المطبخ. كده ضربناهم مع بعض كويس جدا. نص كوبايه جوز الهند، ناعمه او خشنه مش هتفرق، الموجود عندك في مطبخك. وكوبايه الا ربع زيت ذره، يكون زيت نباتي نضيف، ما يكونش فيه اي ريحه او اي حاجه عشان تطلع الكيكه مظبوطه. وكوبايه زبادي على لبن بدرجة حرارة المطبخ برضو، ما يكونش طالع من التلاجة. لو هو ساقع دفيه شوية على النار. وهنبدأ نضرب كل ده مع بعضه. يبقى احنا زودنا الزيت كوباية الا ربع زيت، وحطينا نص كوباية جوز الهند، وهنبدأ نضربهم كويس جدا مع بعض لحد ما لونهم كده يبدأ يفتح كده تماما. يعني نشتغل بالخلاط شوية ونوطيه شوية. بعد كده المواد الجافة، كوباية دقيق وبيكنج باودر باكو كامل هنفضيه عليها، ونبدأ ننخلهم. كوباية دقيق ورشة ملح، نفس المج هو. هنبدأ ننزل عليه السوائل اللي احنا ضربناها كلها في الخلاط. اللهم صل على سيدنا محمد. الكيكة دي سهلة جدا، بتطيب بسرعة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله سريعة. وده كوباية دقيق السميد او دقيق البسبوسة، اللي هو لو الباكو الجاهز اللي في المحلات عادي، لو اللي هو الفرط برضو السايب اللي بيتباع سايب، بس يكون ناعم. اهم حاجة يكون ناعم. وهنضرب في اتجاه واحد زي ما انت شايفة ايدي كده، بضرب في اتجاه واحد بس، ما عادش اضرب كتير، عشان زي ما احنا عارفين دقيق البسبوسة بيبقى فيه جلوتين عالي، فلو ضربت كتير فيه هتبدأ تمسك معايا. صينية مقاس 26 بطلناها بزبدة ورشة دقيق، وهنبدأ ننزل فيها الكيكة بتاعتنا. طبعا مسخنين الفرن قبلها ب3 دقايق، مش كتير، عشان الفرن ما يسخنش جامد عليها. يعني وانا خلاص مقربه افضيها في الصينيه كده، اروح جايه مشغله الفرن على درجه حراره 180. بديها هنا يا حبايبي خبطتين اطلع منها الهواء، وعلى الرف الوسطاني في الفرن. وهنا زي ما انتم شايفين طلعناها الشكل جميل ذهبي من فوق. بس في معلومه، الشربات لازم يكون ساقع والكيكه بتكون سخنه. لما شربت معايا الشربات كده، ده دليل على نجاح الكيكه. نبدأ نقطعها لما تبرد تماما. شايفين بتتقطع معايا بسهولة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. ما تكونش سخنة واحط فيها السكينة، ما ينفعش، هتتفرفت معايا لان فيها دقيق بسبوسة. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين بتتقطع معايا بكل سهولة. هنبدأ نزوقها. في ناس ما بتزوقهاش، بتسيبها زي ما هي، بتزينهاش ولا حاجة. احنا حاطين عليها جوز الهند وحتت شوكولاتة من فوق كده، حاجات كده ايه تخلي دمها خفيف. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين الشكل، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، ذهبي من فوق ومن تحت، حاجة كده تحفة.
وعمايلها في ثواني، ما بتاخدش معاكي اي وقت. شايفين الشكل؟ وبألف هنا وشفا.